السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين؟ الجو عندنا حنا مغيم. انا ما عرفتش، وليت بحال مقالزه كنهضر على الجو. اليوم الاثنين، صباح زويون. قبل ما ندخل ونشغل في الطبخ ولا الماكله، يلا دابا انا فطرت وجدت الفطور. انا بغيت نعلم الناس اللي متابعيني اولا الناس اللي عا كيطلعوا عليا، وحتى الناس هذوك اللي كيضايقوني. باي ذا واي، كنسلم على اشقاء الجزائريين اللي ليهم الاولويه. طاي انا اللي خلاني ندير هذا الفيديو هذا هو شويه المضايقات زادت عليا، الازعاجات في اللايف، الازعاجات في الخاص، في البرايفت. برغم انني انا ما قللت حياي على حتى شي حد ولا تهجمت على حد. انا انسانه كنت عايشه عاديه، انسانه بسيطه جدا كنت عايشه عاديه. نقولوا من الاسابيع الاخرانيه اكتشفت الجمال تاع واحد الشعب كان حدايا. كانت الغشاوة على عينيا، الغشاوة على عيني. أنا كنقولها خير الخطاؤون التوابون. حبيت الجزائريين، تعاملهم زوين، ما كانش عندي تعامل معهم للأسف. الظروف ما كانش مساعدة أنني نعرف هاد الناس هادو. حبيت يعني تابعت خالد العليان عادي، بشكل عادي. كنشوف البلاد زويونة، ناسها زوينين. الكونتاكت من قبل كان عندي كونتاكت مع ناس جزائريين صراحة كانوا في مستوى التهذيب والسلوك والاحترام. انا بغيت نقول لكم انا هذا الحساب ولا هذا تيك توك للجميع، واعلم الجميع انه حساب معمول يعني في محبة الجزائر والجزائريين، في المحبة والجمال، في اي حاجة زوينة ولو جزء بسيط انا كنعبر به على راسي، او شي حاجة زوينة على حسب قدراتي وامكانياتي كنقدر نهضر عليها. اي حاجة جزائرية. اذا في الاخرين فين هاد الشيء اللي ضايقكم؟ فين ضركم؟ ما عيرتكم، ما سبيتكم. انا من حقي انني نحب شي بلاد ونقول الجمال ديالها. ما زعما كاينه كنزرع شي حاجه تاع بذور الشر ولا عيرت شي حد. اش بغيتو عندي؟ لذلك انا كنتمنى الا شي حد ما استحملش هكا، يعني بكل حسن وتهذيب وذوق، بلا ما يتابعني. كاين ناس اخرين اللي هذاك الشيء اللي بغاو يتابعوه. انا هاد القناه الحمد لله على السوشيال ميديا اللي اهلتنا اننا نديروا هاد الحاجه على قد الحال، نهضروا على المحبه والجمال. انا اعشق واحب اي حاجه دابا جزائريه، وانا قلت لكم انا مغربيه وجزائريه الهوى. كاين شي مشكل؟ فين المشكل؟ وان شاء الله الله يديم محبه ان شاء الله. وان شاء الله انا ما حييت غنبقى نتنفس هواء الجمال والحب الجزائري. هادشي اللي عطا الله. ودابا انا راه ماشي مراهقه، ماشي دريه صغيره، راه بعقلي وكنشوف بعيني وكنوازن، وانسانه ناضجه وفايته من التجارب. يعني لدرجه انني مثلا حاليا في السن هذا كتقدر تشوف واحد كتقدروا كتعبروا. انا شفت وعبرت ولقيت هذاك الشيء زوون. فكنتمنى كنسلم على الجميع والله يدي النفس، واللي ما عجباتوش شي حاجه من عندي يسمح لي ويقدر ما يتابعنيش وما يزعجنيش. ما يزعجنيش، يخليني مع راساتي، انا يخليني مع الناس اللي انا كنبغيهم. ما عرفتش هما قابلين عليا يقبلوا عليا ولا ما قابلينش عليا. المهم انا حاجه بسيطه، راه ماشي شي حاجه واو، حاجه بسيطه. وان شاء الله ربما لما لا تكبر مع الوقت ونقدر ندير حاجات محسن وهما يقبلوا عليا، لان انا كنعتبر نفسي مبتدئه. والله يهدي النفوس، الله يهدي شي بشر، الله يهدي مخلق. نهاركم سعيد ان شاء الله. ريتما نعاون ونصيب نعاون ماما في الغداء. والحمد لله ماما الحمد لله هي بخير، اطباء كلها تما بخير. فرحوا معايا الناس اللي كيبغوني، ماما ولات بخير الحمد لله. شكرا للجميع، لان هاد واحد الشهر ولا شهر ونص كانت واحد
كنا يعني مستريسين مضغوطين مع المرض تاع الوالده ديالو، كنا خايفين. الحمد لله. الله يحفظ لكم كل ما الناس اللي كتحبوه او عائلاتكم. يوم جميل كقلوبكم. السلام عليكم.